على فكرة الغربة مش مجرد سفر ولا مغامرة جديدة. الغربة بتكبرك قبل أوانك وبتعلمك دروس محدش هيفهمها غير اللي جربها. بس السؤال، هل الدروس دي تستاهل كل اللي بتخسره؟ تعالوا نشوف. بس قبل ما نبدأ يا ريت لو الفيديو لمسك أو حسيت إنه عبر عن اللي جواك ما تنساش تعمل لايك وكومنت بسيط، ده بيديني دافع أكمل. ولو لسه مش عامل فولو يلا نكمل الرحلة دي سوا. في بلدك حتى لو عندك مسؤوليات دايما في شبكة أمان، أهلك، أصحابك، جيرانك. دايما في حد يسندك لو وقعت، حد يسأل عليك لو غبت. لكن في الغربة انت المسؤول الأول والأخير عن نفسك، صحتك، فلوسك، مشاكلك، كله في رقبتك. لو تعبت محدش هيكون جنبك، ولو وقعت مفيش حد هيشيلك. في بلدك ممكن تحس بالوحدة أحيانا، لكن دايما حواليك ناس. في الغربة الوحدة مش مجرد إحساس مؤقت، الوحدة أسلوب حياة. بتتعلم تتحكم في مشاعرك لأنك لو ضعفت محدش هيقويك. بعد فترة بتلاحظ إن عقليتك اتغيرت، مشاعرك بقت محسوبة، كلامك بقى موزون، قراراتك بقت أكتر نضجا. الحاجات اللي كانت بتشغلك قبل كده بقت بالنسبة لك تفاهات. بتبدأ تشوف العالم من منظور مختلف، منظور اللي واجه الحياة الحقيقية وعرف معناه. الغربة مدرسة قاسية، بتعلمك كتير بس مش ببلاش. بتدفع تمن كل درس بتاخده، أحيانا من راحتك وأحيانا من صحتك. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، مش انت اتغيرت ولا لأ؟ وهل التغيير ده كان للأفضل؟ بس كده من واقع الحياة. سلام. Only care about the bag and care how you feel. All about the dollars, trying to make a meal. Say I'm